الأسد الغالب القايم من بين الأموات. غلبت عشان نغلب، اديتنا الغلبة واديتنا النصرة. نعم، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. يلا من فضلك كده، انا معرفش انت جاي النهارده وايه الامور اللي بتعدي فيها او اللي واقف قدامها. انا نفسي تعلن جواك بروح القدس اعلان قوي دلوقتي، وقول الكلمات دي: نعم، الرب بيقودني الى نصرته باسم الرب يسوع. لا للكسرة، لا للغلبة، لا يا رب باسم الرب يسوع للانحناء، لا للانكسار باسم الرب يسوع. انا في موكب نصرة يسوع المسيح، هو الاسد الغالب. يا رب أنا مش بقول كلمات تشجيعية الآن، أنا بختبئ فيك يا رب النهاردة، وبعلن النهاردة غلبتي من خلالك في اسم الرب يسوع. غلبتي فيك يا رب، نصرتي فيك يا رب باسم المسيح. أنت الأسد الغالب، أنت الأسد الغالب، أنت الأسد الغالب. وإحنا النهاردة بنعلن عن غلبتك في أرواحنا، في نفسيتنا باسم الرب يسوع، في أفكارنا باسم الرب يسوع. أنت قلت: أين شوكتك يا موت، وأين غلبتك يا هاوية. أنت اللي حولت النهاردة الصخر إلى غدران ماء حية. تستطيع باسم الرب يسوع أن تحول كل أمور صعبة جدا. نعم، زي ما كان المرنم بيقول الكلمات دي: وسط الأتون أنت موجود يا رب. تحول الأتون إلى اختبار. يلا اعلن معايا كده في اسم الرب يسوع. لو كنت في أوقات صعبة، في أتون في حياتك، قول كده: الرب موجود في المشهد باسم يسوع. لا يضرني شيء. رائحة النار باسم الرب يسوع لا تكون علي النهاردة ولا على ثيابي باسم يسوع. كل أمور صعبة بعدي فيها لا تؤثر على نفسيتي، لا تؤثر على كلامي، على إعلاني باسم الرب يسوع. أؤمن يا رب النهاردة في غلبة، في غلبة. هطلع من الأتون وأنا غالب، هطلع من الأتون وفي شهادة حية ليك أنت باسم الرب يسوع. يلا اعلنها في روحك، وانت قبل ما تسمع كلمة الرب النهاردة قول: الرب ضامن ليا الغلبة النهاردة. الرب يقودني في موكب النصرة النهاردة، حتى لو في الأتون، حتى لو في أوقات صعبة، حتى لو في أوقات متعبة، حتى لو في سهام عمالة تترمي عليا، لكن أنا غالب باسم الرب يسوع ولا يضرني شيء.